السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أنا أستاذنكم عندي قصيدتين، الأولى الناس في الترشيح والحفل، والثانية في خوالي يستاهلون منا كل علم غانم. الأولى يقول باسمك الله وابتدينا يا عزيز ذو الجلال، يا إله فوق خلقه، يا رؤوف يا رحوم يبعد ذكر الله يا هواجيس المواقيف الرجال. ما بقى لي عذر قام اليوم هذا صار يومي فيها سلام الله على قايد وطننا راس مال يا المليك اللي طبع حبه مثل الطبع الوشومي، يا انت يا ابو مسعد الشخص المقدر والمثالي، وانت شيخ قادات العرب عند اللزومي، وانت رمز للشجاعه والشهامه والمعالي، وانت الاول بالكرامه لو يعدون الرقوم، يا انت غالي يا ملكنا والوطن بالنفس غالي، معتنين بالمجد من فوق الثريا والغيوم، وش اقول وش اخلي من بجيلات المقالي، والله انحقك علينا فرض مثل فرض صومي، وادري ينكدوا السوالف ما تفيد ولو تقالي، غير باقي بيت واحد ومصدرينه ومختومي، كيف ما وقف هنا والمرشح من خوالي، والله النقه معه لين القبر يقضى نجومي. كيف ما وقف هنا والمرشح من خوالي، والله النقه معه لين القمر يقضى نجومي، وقفة المالية الحالية غير بعيدون حالي، يبشروا بوقفتنا وابشروا والانزحومي غير واصل، فالمهمة وصعدوا رؤوس الجبال، دام رفعكم خوالي واصل واصل ومخدومي. سلامتكم. تطول عليه شوي لكن تحملونه. القصيدة الثانية يقول كل من يبغى الإجابة لا تقدم في سؤاله، يسأل اللي يسأله والجواب بكلمتين، والسؤال اللي أنا صاني قيس بحضرة جلاله، من عدوي وصديقي والرجال الفاهميني، والرجل اللي صار يفهم وشميله من شماله تمساني وانتظر ولا يعيده مرتين، يما أنا جاني زميله وسمع من شعري وقاله، وقال أنا عندي سؤال في الحشا قد سنيني، قلت حاضر يا خويي والجواب بكل حاله، وقال شعري وانت تجاوبك والقاف ما يليني، قال لي منهم خوالك والمعرفة درب صارها الرجال اللي على الشدة تبيني، قلت له هذا زمان يشرح الوضع مثاله، بيت شعر نحفظه وندرسه للشباب المقبلين، يا الصبي والطبيبه من خواله وتردى فعرف انهم خايفين، واحمد الله لي خوال وقفهم عز وجماله، والنصهم خايف ينجح خوفه في الزمان المهتنين، المظهرهم خوالي والناس فخرهم معقالة تصيبوا للمعاد صف واحد محتميني، يا خوي باقي للعنصاره واكتماله، وقاف شعري فالنشا ما يوسخ ما يحسديني، يا خوالي لي هدية من هاجوسي واشتعاله، وأقدم مدح الخوال من حقوق الوالدين، أشهد لكم تسجدون من على وقت الجهالة، يشهد الله والقبائل في الجزيرة شاهديني، أنتم اللي طيبكم يضفي على الناس الضلالة، وأنتم اللي فوقها مات المرض المعتليني، وأنتم الشيوخ الكرم ضيع المفلس حلاله، وأنتم تعامل معادي للمنايا وارديني، أي واحد من خوالي لو ضرب في الحمل شاله يضرب في الحمل الزمان ويتحرض العمتيني، وإذا حرره صحيفة يكتب كل ضاله، ما يكفي الاحتيار صاف الرجال الغانميني، يا خوالي يا منادي المسلمين وصعد فالله افتخر بذكركم حاضرين وغايبين، الهدية يا خوالي لا فلوس ولا رسالة، الهدية من قصيدة وادري انكم عارفيني، يا حمد كاتب قصيدة من رفيقك في جزالة وانتركك بالشعر فوق السرية واضح ويديني، يا ابو ناصر ما تحدى والخطا ما عرف مجاله، وادري انك شاعر مثل البحر لو هاجم بالغافلين، افتخر بك من الخواري والشعر والجسالة رعدت مثلك قصيدك هدت الضلع الحصيني، جبتها من قد خلقني والشعر كمل كماله، اكتمل معنى القصيدة واصبح المعنى في ميني، ويا حمايا ويا حمد بل الخوالي من ولدهم ما يناله، اللي هم وسط الحشا اللي هم وسط الدين من الغلا ما يحتويني، وابشروا بي يا خوالي والزمن شبه المحاله، بتقدم الخطر والجات انا رجيتها ناريني، والمخيط ربعي انساب الوفاء مثل الجمل بعقاله نار جنبه في الحمر ولا صدر غير واحنا مرسويني، كم رجعنا شيخ قوم وانحرم شوفة عياله، وكم قبيله من صدر لا حضرنا يرجعون مدبريني، واستدار الوقت واصبحنا ضمان من الجهاله نسلك النهج الصحيح ولا يسار ولا يميني، عايشين في بلاد العز هو جل جلاله، حكمنا حكم السعوديه دام ظله كل حين والصلاه اعداد سكان الحرم اللي على النبي اللي يبعث الله شفيع المسلمين. سلامتكم معذره حقكم.
يستاهل.